السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل حاجة جديدة كده ان شاء الله. هنعمل فاينانشال داشبورد بالداتا اللي قدامنا دي. الداتا دي داتا اكبر شركات العالم، ابل ومايكروسوفت وجوجل والحاجات دي، من فترة من 2009 ل 2022. دي الفاينانشال انفورميشن بتاعتها. يلا نبتدي على طول عشان ما نطولش الفيديو. اول حاجة احنا عاملين الداتا، عاملينها كنترول تي عشان تبقى دايناميك تيبل. نيجي عند تيبل ديزاين، سمرايز بيفت تيبل، نيويورك شيت. نعم بيفت تيبل. اول حاجه احنا عايزين في الرو هنا اسم الشركه، في الفاليو حط لي الريفينيو والكودز والنت انكم موديل ده الايرنينج بير شير. تمام. وحط لي الماركت كابيتال. تمام. عايزين بس نغير اللي هي سام اوف والحاجات دي. تمام. هنيجي هنا هوريكم واحده بعد كده ايه، هكمل الباقي واكمل الفيديو. هنقول بنمسح ازاي. نيجي هنا بعد ريفيو نمسح، ندي سبيس. خلاص كده ايه اتغيرت. تمام. غيرنا كده ايه البيانات بتاعتهم كلها، الاسامي يعني العناوين. نرجع تاني نعمل ايه، هناخد ده كده كنترول سي، نيجي جنبه هنا كليك يمين بيست لينك، علشان اللي يحصل هنا في البيفت تيبل يسمع معانا وده. طيب خلينا ناخد ده بقى زي ما هو كده كنترول اكس، نيجي ناخد نفتح شيت جديد، نيجي هنا مثلا نرميه كنترول في. تعالى بقى ايه نمنجه شويه كده، هم كده. هاتلي ده يا باشا، خليه كحلي مثلا، والكتابة بالابيض. كنترول بي، الجراند توتال نفس الفكرة. كنترول بي، الارقام دي اعملها لي اكاونتنج، ده 0. تمام كده. عندنا على حد ما الداتا حالتها ايه كويس. طيب احنا عايزين نعمل الاول، احنا سايبين حتة فوق كويسة، ممكن نطلع نص فوق شوية، نطلع هنا، او خلينا بس دلوقتي نبقى نظبط في الاخر. المهم يعني هنيجي هنا اول حاجة هنعمل ايه، عايزين نعمل البرسنتج بتاعت الجروس بروفيت. اول حاجة قصدي سوري نعملها الكوست برسنتج بتاعتها. هنعمل ايه الاول، نقول له كده كوست برسنتج ايكوال الكوست على الريفينيو. تمام. نعمل ده كله بس كده برسنتج عشان نعرف نشتغل. نيجي على الريميننج نعمله ونقول له ايكوال 1 ماينس ده هنا 100%، ده التوتال. طيب احنا حسبنا ايه عشان بس نتأكد، ده على ده 100 ماشي. نيجي بعد كده ناخد الجروس بروفيت برسنتج. الجروس بروفيت برسنتج هاتلي دول نفس الفكرة، ايكوال الجروس بروفيت على الريفينيو. وممكن نسحب دول على طول ايه كوبي كده ونرميها. ماشي. تالت حاجة معانا ايه، الإيبيتا ده برسنتج برضو. ماشي. هنيجي نقول له اي بي برسنتج نفس الفكرة ايكوال ده على ده على الريفينيو. ناخد المعادلتين او المعادلة دي كده، والاسامي برضو ايه كده. طيب سوري. احنا بنعمل ده ليه، هنعرف حالا احنا بنعمل ده ليه. كده 1 2 3 ناخد النت انكم والماركت كابيتال، دول اللي فاضلين. النت انكم نت بروفيت مثلا برسنتج ايكوال نت انكم على التوتال ريفينيو. نفس الفكرة دول كده كنترول سي كنترول في 100. كده عندنا 4. ممكن ناخد الماركت كابيتال اخر واحدة
يعني هنا نقول له MK ماركت كابيتال بتيكوال الماركت كابيتال. لا الماركت كابيتال مش هتنفع عشان الماركت كابيتال دي ليها يعني حسبة معينة تاني. المفروض نحسب الماركت كابيتال ده من توتال الشركات، فاحنا دي ممكن نعملها لوحدها، بس خلينا في دول بس دلوقتي. دول عندنا كده ايه 4. تمام. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة بقى نبتدي نديزاين الداشبورد بتاعنا. احنا عندنا الداتا وعندنا دول. اول حاجة هنيجي هنا على دول كده، بسم الله نروح انسرت، ناخد دونك شورت اهي. تمام. كليك يمين عليها فورمات داتا سيريس، نيجي هنا دي 270 ماشي، ودي 65. تمام قوي كده. نيجي هنا في الفيل دي لونها انا مش عايز اللون اصلا، عايزها دي نو فيل، وكده كده نو لاين في البوردر بتاعها. ده كحلي يبقى نغير ده. ده البرسنتج الفاليو، ده الريميننج، ده الكوست او يعني الكوست نسبته كام. طيب بنغير ده الريميننج، نخليه لون شفاف من اللبني مثلا كده، حلو قوي كده. برضه نو بوردر نو لاين، وده نو لاين، شيل ده. خليها كبيرة زي ما هي. ثانية بس عشان ايه ابقى شايف انا شغال ازاي. مش عايز اغير الكلام خالص. نيجي هنا وفي هنا فورمات، هنظبطه كل مرة واحدة، وبعد كده ناخد كوبي من كله. شيب فيل نو فيل، شيب اوت لاين نو اوت لاين، عشان انا مش عايزه يبقى ليه لاينات باينة قدامي. تمام. طيب احنا محتاجين بس ننزله تحت سيكة كده. طيب محتاجين اول حاجة برضه نعمل في insert text box صغنطوط كده، بس لي هنا يا باشا بيكوال نسبة الكوست بتاعتنا. طبعا سوري، لما نيجي نعمل تكست بوكس مش هينفع نكتب جواه، نكتب بقى في الفورمولا بار اللي فوق ده شريط المعادلات، نحط له الرقم اهو، وعشان جوه يعني. ماشي ثانية واحدة خلاص يعني. ما في ماشي. تعالى تاني من الاول كده. insert text box هنا مثلا، وليكن هنا فوق زي ما قلنا في الفورمولا فوق equal. انا عايز ده. مش عارف في ايه مشكلته الصراحة. ثانية نشوف المشكلة ايه ونرجع تاني. ماشي. المشكلة كانت ان ده كان يعني جاي عليه، فهو مش عارف ايه ياخد الارقام، فاحنا بعدنا كده وعندنا التكست بوكس اهو. تعالى بقى كده يمكن يتعمل. ايوه اهو 51، لونها لي كحلي كده، ومكبرها يعني وخليها في النص، وهتقولي ايه هنا. طيب تمام جدا كده. احنا يعتبر ايه خلصنا. برضو هنيجي برضو في الشيب فورمات بتاع التكست بوكس. انا مش عايز حاجه يبقى ليها ايه باين لها اي حاجه يعني. شيب اوتلاين نو اوتلاين. تمام. بيبقى كده. ممكن بس نغير لونه شويه، ولا خليه كده خلاص. طيب هننزل بقى كده ثانيه واحده بس، وانت انزل كده برضو ثانيه. هنعمل ايه؟ نعمل insert text box. هاتلي word art كحلي دي حلوة.
هم صغروا بس شوية كده عشان ايه يبقى الدنيا باينة. الجروس بروفيت مارجن اللي هو يعني بالعلامة بتاعتها البرسنتج. تمام اول حاجة ندوس كنترول، ناخد منه عايزين كام واحدة، 3 4. حلو طبعا احنا كل واحدة ايه هنغير من فيها يعني، بس نخليهم كلهم كده ايه سوا واحد علشان تبقى الدنيا واضحة اكتر. طيب هنعمل حاجة بسيطة اوي، نفس الفكرة كنترول، لا كنترول جت معانا وهنا كنترول، معلش عشان في حاجات كتير فايه فلازم نبقى واخدين بالنا واحنا بننقل ايه. كنترول الموضوع صعب شوية معلش، ممكن بدل كنترول سي، انقل يا عم متضايقش نفسك، كنترول سي. كنترول سي كنترول في، بس كده عندنا 4 اللي احنا محتاجينها. هنظبط بقى دلوقتي كل اللي احنا هنعمله ان احنا نقعد بس نظبط الحاجة ونشتغلها. طبعا احنا هنغير الاسامي وهنغير كل حاجة دلوقتي، بس انا لسه ايه بوريكم احنا بنشتغل ازاي. اخينا ده مالك بس انزل انت تحت سنة. طيب تمام بس كده ايه احنا يعني قربنا نخلص. هنيجي على ده تاني واحد عايز يعمل حاجة فورمات سوري شورت ديزاين سيلكت داتا، هو هتلاقيه ايه مسلكت الداتا دي، لا هاتلي دول. تمام هنغير بس الوان، احنا خلاص الحاجة بتاعتنا معمولة، هنخش بس نغير الوان الحاجات بتاعتنا معمولة. احنا قلنا نتأكد بس احنا مختارين الاخضر تحت وندوس نو فيل نو اوت لاين. الاورنج ده هنديله لون فاتح، تمام وهكذا. واللي بعده هكملهم برضو ايه وارجع لك علشان ايه نبقى عارفين انت كده فهمتوا القصة احنا بنعمل ايه بالظبط. طيب كده ظبطنا الشكل العام عموما وظبطنا البرسنتج الحاجة بتاعتهم زي ما قلنا، ربطنا كل واحدة زي ما وريتكم في تاني واحدة هتعمل ازاي. بعد كده بقى هنعمل ايه، هنيجي هنا احنا كده خلصنا، عايزين بس ايه نيجي هنا ونعلم على دول وانسيرت برضو. هنعمل كده ايه برضو revenue table كده revenue chart سوري نشيل لي دول نشيل لي دول. نفس الفكرة فورمات نو فيل shape outline shape outline no outline ودي هم كنترول بي. طيب عايزين بس نلمها كده تظهر في الداشبورد عشان يبقى الداشبورد شكله ايه دول فاضيين بالنسبة لي. ديليت
حلو قوي كده الداشبورد اولموست خلصنا. طيب فين بقى نبتدي منين نحرك الحاجات دي نلعب بالارقام دي؟ تعالى اقول لك. هنيجي على الشيت ده اللي فيه البيفت تيبل ندوس عليه analysis insert slicer. احنا عايزين نعمل insert slicer. ليه يا حبيبي مش عايز تعمل سلايسر؟ تعالى نشوف ايه مشاكلك. doesn't have date. انا شغال معاكم ووريكم المشاكل بتحصل بنعالجها ازاي يعني. طيب خلينا نشوف بس هو ايه مشاكله راحة فين يعني. insert slicer الله اكبر الله اعظم. انا بس ثاني كده للاذان وبعد كده نرجع تاني. لا 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 سامح من رسول الله. نكمل insert slicer. سبحان الله ما عملش اي حاجه واشتغل. هنختار اللير عايزين اتنين سلايسر والكاتيجوري بتاع الشركات دي. تمام تعالوا انتوا الاتنين بقى كده كنترول اكس. نيجي على الشيت بتاع ملف الداتا ندوس له كنترول في. انتوا هنا يعني لازم مع بعض. طب استنى مش عايزكم اصلا تاني. بيوتيفول ديزاين انسرت سلايسر الير كنترول اكس. نيجي هنا كنترول في. نيجي بقى عند الداتا اللي احنا عاملينها او الكالكوليشن اللي احنا عاملينه نعمل ده كده وندوس عليه على السلايسر. اول حاجه نغير لونه يبقى ماتش شويه مع الالوان. تمام نغير عدد الكولم نخليه مثلا 4. تمام ننزل هنا بس عشان نعمل عنوان فوق كده ايه هو مخبي الداتا. هنا نعمل سلايسر تاني للكاتيجوري بتاعنا. طيب نفس الفكرة كنترول اكس كنترول في. نرفع ده فوق شوية وده كده نقف عليه سلايسر نغير لونه وهنخليه ايه ممكن نرفع ده شوية فوق كده عشان تبقى ايه مع الداتا كلها. نكتب بقى هنا اي تكست بوكس عايزين نكتبه. عايزين نكتب مثلا اي حاجة فاين نانشل داش بورد. حلو نخلي بس اكس كده. نبتدي من هنا كنترول في. ناخد مثلا دول كده ميرج سنتر وكبرها شوية كده. لا مش قوي كده ولا لا مش قوي كده. ناقصنا كمان يعني كنترول بي كنترول اي. طيب تعالى بقى نتفرج. في حاجة هنا حصلت نظبط بس حاجتنا كده على شغالين علشان ايه موضوع التظبيط ده اخر حاجة في الموضوع. غير كده كله سهل يعني. محترم الرقم اتنقل معايا. انت برضه محترم. طيب كده
لحد ما ظبطنا الشيت بتاعنا. نيجي بقى نجرب نشتغل بنك. ايوه من اول 2016. في حاجة غلط احنا عملناها عشان لما سحبنا البيفت تيبل، في حاجة احنا مفروض نخلي ده صم علشان يجمع لنا الارقام. قلت انتر علشان لما سحبنا البيفت تيبل لو في سنة الشركة توقع فيهم ما بتبانش. تمام، يعني تعالوا اوريكم ازاي انا اقصد ايه. كنترول زد، رجعنا كل حاجة زي ما كانت. لو مثلا دي في شركة واقعة هنا فبيظهر لي الجراند توتال هنا، فبيظهر لي دي صفار فمبوظليش الشيت. فاحنا عشان نافويد ده نعمل ايه؟ هنقول قلت انتر. تمام، ونسحب المعادلة. طيب تعالى نجرب على الكلام ده لوجيك. تمام 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 كده كل سنة الارقام بتتغير. تمام، هنا نفس النظام، لو اخترنا كاتيجوري واحد الارقام بتظهر عادي والبرسنتج بتظهر عادي. تمام، شكرا ولايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو. انا اتعمدت اسيب المشاكل اللي بتحصل علشان نشوفوا احنا بنتصرف معاها ازاي. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو في اي حاجه سيبولي في الكومنتس، وانا برضو ان شاء الله هحاول اطور واعمل حاجات احسن من كده ان شاء الله. شكرا ليكم.